السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الغريبة الجميلة الحلوة دي. هنعملها بمنتهى البساطة وبأقل المكونات، 3 مكونات بس تعملي بيهم الغريبة، وسهلة وبسيطة جدا جدا. طيب، أول حاجة طبعا معايا كيلو دقيق لكل الأغراض من عند العطار. ببدأ طبعا أنخله كويس أوي، العجينة تطلع معايا هشة ومظبوطة. وكمان نتأكد إن الدقيق بتاعنا نضيف مفيهوش أي شوائب خالص. وتوطي ايدك بقى كده وانتي بتنخلي بالشكل ده كده علشان ما تبهدليش الدنيا. خلاص كده نخلنا الدقيق بتاعنا، هنبدأ نضيف عليه نص معلقة ملح صغيرة، وكمان معايا ازازة فانيليا، يعني حوالي 3 اكياس. واقلب كله مع بعضه كده كويس قوي، عشان طبعا اتأكد ان كله اتجانس مع بعضه كويس. خلاص، ومش هنحط على الدقيق حاجة تاني، خلاص كده نركنه على جنب. معايا هنا طبعا ربع كيلو من السكر البودرة، يعني حوالي كوبايتين إلا معلقتين مليانين. خلاص، بس طبعا لو وزنتي بالميزان هيكون أفضل كتير. طبعا لازم منخل السكر البودرة كويس قوي، لأنه بيبقى مكتل كده، بيبقى طبعا في نسبة رطوبة وبيبقى مكتل، لازم منخله كويس قوي. ويا ريت تطحنيه في البيت بيكون أفضل، لأن اللي بره بيكون عليه نسبة نشا. خلاص، معايا طبعا هنا سمنة ساقعة من التلاجة، معايا 500 جرام من السمنة، وتكون ساقعة جدا جدا من التلاجة زي ما انتي شايفة كده. خلاص، بنزل بيها طبعا كده في البولة، وبجيب معلقة وببدأ أخرز فيها بالشكل ده. يعني ببدأ كده أصغر، أخليها فتافيت صغيرة علشان ما تكسرليش المضرب وأنا طبعا بضربها. المهم إن هي تكون معانا ساقعة وفي نفس الوقت تكون طرية. تطرى معانا ازاي؟ لما نخرزها بالشكل ده كده. خلاص، جبت المضرب طبعا وهفضل اضرب فيها كده لمدة دقيقتين او 3 على اعلى سرعة، لغاية لما اللون يفتح معايا بالشكل ده زي ما انتي شايفة. وكل شوية طبعا بوقف المضرب وبلم الجوانب كويس قوي. بعد كده طبعا بعد 3 دقايق ببدأ انزل بالسكر البودرة المنخول، وبضربهم بقى السمنة مع السكر كده شوية لمدة 3 دقايق تانيين، لغاية لما السكر يختفي معايا خالص خالص. والجوانب بتاعة السكر طبعا لازم انزلها، وارجع اضرب تاني لغاية ما السمنة معايا تاخد قوام كريمي بالشكل ده كده، ولونها يفتح خالص، وكمان تبقى هشة معايا زي ما انت شايفة كده. تمام. ولما باجي اوقف المضرب طبعا ما بطلعوش وهو شغال، افصله الاول وبعد كده ببدأ اطلعه علشان ما يطرطش معاكي ويبهدل الدنيا. خلصت كده الشغل فيها بعد 3 دقايق، مظبوطة جدا جدا، لونها حلو وقوامها كريمي وزي الفل. جبت الدقيق دلوقتي بقى، ببدأ أنزل ب5 معالق ب5 معالق، مش بنزل بالكمية كلها. 5 معالق وأقلب بطراطيف صوابعي بالشكل ده زي ما انت شايف، لغاية لما يختفوا معايا. أبدأ أنزل ب5 معالق تانيين وأقلب فيهم لغاية ما يختفوا، وهكذا زي ما انت شايفة كده. أنا طبعا مبطئة الفيديو علشان تاخدوا بالكم من النقطة دي كويس. خلاص، لغاية طبعا لما بخلص كمية الدقيق اللي معايا كلها، وخلاص بتبقى العجينة بدأت تمسك نفسها كده زي ما انت شايفة، وبتبقى عجينة واحدة متماسكة بالشكل ده. احنا طبعا مش بنعجن يا جماعة، احنا كده زي ما انتوا شايفين بعمل بإيدي كده، بجيب من تحت ومن فوق ومن الجوانب، وكله كده بقلبه مع بعضه كويس قوي، لما اتأكد كده ان طبعا الدقيق بتاعي شرب السمنة كويس قوي. طبعا كده يعني معاكي التقليب ده كده لمدة 5 دقايق. بعد كده طبعا ببدأ اختبرها زي ما انتوا شايفين، بتبقى طرية ولينة جدا جدا زي ما انت شايفة كده. بتديها كده تغريزة، بتلاقيها طبعا ما بتشققش معاكي. تمام، خلاص هي كده زي الفل وجاهزة. خلاص دلوقتي بقى هبدأ اغطيها بكيس بلاستيك، يا اما اشيلها كلها كده واحطها في كيس بلاستيك واقفلها واربطها، مفيش مشكلة خالص. بربطها طبعا واسيبها في التلاجة لمدة ساعة، يعني اسيبها كده تشد نفسها مع نفسها كده وترتاح شوية في التلاجة لمدة ساعة. طبعا لا فيها بيكنج باودر ولا فيها اي حاجة خالص. وبعد ساعة طبعا طلعتها من التلاجة، ولازم افضل مغطياها، يا اما طبعا حطاها في الكيس زي ما هي. كيس بيحافظ عليها متنشفش معاكي ابدا. واخد بقى كده منها قطعة قطعة زي ما انا عايزة. القطعة اللي باخدها بقى كده ببدأ احننها بين ايديا، يعني ايه طبعا، يعني بطريها من ايديا دي لايديا دي، من ايديا دي لايديا دي، لغاية لما تطرى معايا خالص. وابدأ اكورها وارص في الصينية عادي خالص او الصاج بتاعي، ولازم اسيب مسافة بين الواحدة والتانية. وابدأ بقى دلوقتي ازوقها. معايا طبعا اول صف عملته سوداني، يعني السودانية كده بتقسميها 2 وتاخدي نص بس وتغرزي طبعا بالراحة. خلاص، تاني صف معايا طبعا هنا زبيب، وده اللي انا بفضله بصراحة، انا بحبها بالزبيب قوي. دلوقتي معانا كمان الفستق زي ما انتوا شايفين اهو، برضو بقسم الفستقية 2، وببدأ طبعا اخلي اللون بتاعها لبره بالشكل ده، وما اضغطش قوي وانا بغرز. رابع حاجة معايا طبعا الشوكليت بتاعت الكوكيز، اللي هي المسمار القصير ده، اللي هو بيبقى ليه كده ايه سن مدبب زي ما انت شايفة كده، اللي انا عاملاه معاكم في الكوكيز.
برضو ممكن تشكلي بيه بيبقى حلو قوي. معايا كمان الشوكليت شيبس، معايا هنا اللون البيج، ممكن برضو تستخدمي اي لون، في طبعا الذهبي، في الفضي، في الاسود، اللي يعجبك اعمليه. وبالنسبه للصاج اللي خلصه طبعا بدخله التلاجة على طول لغايه لما اخلص اخوه، علشان ادخلهم الاتنين الفرن مع بعض. خلاص. طيب تاني صاج معايا انا هعمله كله فستق، يعني ايه، على حسب ما ولادي بقى عاوزين. طبعا انت تشوفي ولادك بيحبوا ايه وتعمليه او تشكليه باللي هما بيحبوه. خلاص. معايا طبعا هنا حوالي ربع صاج. اخر حاجة معايا هشكله طبعا باللوز زي ما انتوا شايفين كده، بفتحها اتنين برضو وبحطها بالشكل ده، بس انا ما فضلتوش يعني بصراحة، لان اللوزية كبيرة قوي 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 على الغريباية بصراحة. فانا يا دوب بس عملت الكام واحده دول وخلاص على كده، وكده خلصت الكميه بتاعتي كلها. عملوا معايا حوالي صاجين وربع، والصاجين مليانين، يعني لو انا موسعه بينهم اكتر هيبقوا طبعا صاجين ونص واكتر كمان. وخلي بالك بقى لون الغريبه بيتوقف على لون السمنه، يعني لو انت عاملاها بسمنه بيضه بتلاقي الغريبه بيضه زي القشطه كده وناصعه خالص. لو انت عاملاها بسمنه صفرة زي كده بتلاقي لونها كده اوف وايت، او طبعا بيكون بيج شويه كده. بصراحة أنا باحب اللون ده، يعني ما باحبش اللون الأبيض، أنا دايمًا باعملها باللون ده، وكل واحد وراحته بقى، زي ما بتحبي اعمليها، ما فيش أي مشاكل. طيب وبالنسبة بقى للتسوية بدخلهم طبعا على فرن شغال من قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 160. بحطهم طبعا على الرف فوق الوسطاني، يعني مش اللي في النص، لا اللي فوقيه، لان هي بتاخد كده ايه سوا على درجة حرارة هادية. مش عاوزينها تاخد لون من تحت، يعني يا دوب كده تاخد لون اشقر خفيف قوي، او الدرجات الذهبي، ما تاخدش لون اكتر من كده. تمام. وخلي بالك بقى دايما كده بتديري السيجان وتبدلي بينهم، علشان طبعا كلهم ياخدوا سوا واحد وسوا موحد. بتقعد معايا طبعا في الفرن حوالي نص ساعة مع المتابعة، لازم كده تفضلي تتابعيها وتفتحي وتبصي عليها. لما تلاقيها اخدت لون خفيف قوي قوي من تحت، خلاص على كده، وبتطفي عليها وبتطلعيها. ما بنفتحش عليها الشواية خالص، مش مطلوب انها تاخد لون من فوق خالص. طلعتها كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين زي العسل، ولا فرشت ولا شققت ولا حاجة ابدا، زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة لما تطلعيها ما تلمسيهاش خالص، سيبيها لمدة نص ساعة ما تلمسيهاش ابدا، علشان ما تبصمش معاكي. بعد النص ساعة طبعا بدأت امسكها عادي اهو زي ما انتوا شايفين اهو، مفيش اي مشاكل. شايفين لونها اشقر زي خفيف اهو، زي ما انت شايفة كده ما شاء الله، لون خفيف قوي، بس كده بيثبت لي ان هي طبعا استوت كويس. خلاص. ما طلعهاش طبعا نية او تطلع معايا طرية. شايفين حلوة ومظبوطة ازاي، ولا فرشة ولا مشققة، وعايزة اقول لكم ناعمة جدا وجميلة جدا. زي ما انت شايفة كده طبعا بدأت اقدمها، او بدأت طبعا ارصها في طبق التقديم زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا طريقة الحفظ يعني بتحطيها طبعا في صاج كده فوق بعضها، وبتغلفيها بستريتش وبتسيبيها. اما لو هتقدميها طبعا بتقدميها بالشكل ده. شايفين ما شاء الله قد ايه ناعمة وجميلة وحلوة جدا جدا. خلاص. طريقة سهلة وبسيطة، 3 مكونات مفيش أبسط منهم. إذا عجبتكم الطريقة اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، اشتركوا في القناة علشان يوصل لكم من جديد، وبالهنا والشفا.